الملك الحسن الثاني وأفقير في 1965 كانوا في اجتماع مغلق في القصر. الغرض من هذا الاجتماع هو محاولة محمد أفقير إقناع الملك ترخيص ليه باش يعين ويدخل شرطة خاصة لبعض المدارس في المملكة، والسبب أن أفقير شك أن التلاميذ كيخطوا المظاهرات حاشدة ودامية في الأيام القادمة. بعد تفكير طويل من الحسن الثاني غيضطر أنه يتصل بعبد الهادي بوطالب باش يشوف الرأي ديالو في هذه القضية، واخا كان كيبان أن الحسن الثاني مؤيد لفكرة أفقير وكان كيقلب فقط على اللي يعاونو وما غيلقاش حسن من وزير التربية والتعليم. غيحضر بوطالب الاجتماع وبدون مقدمات غيرفض هذا المقترح بشكل نهائي، ولكن غيضطر أنه يعطي تطمينات للحسن الثاني والذراع ديالو اليمنى أنه ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء اللي كيقول، وانه على اتصال مباشر بكاع المدارس تقريبا. ولكن في الاخير غيضطر انه يعطيهم وعد انه لا كانت شي حاجه في اليوم الموالي غيبلغهم في الحين، وانذاك عندهم الضوء الاخضر لادخال الامن للمدارس. ولله الحمد ما وقعت حتى شي حاجه، ولكن وبالضغط من أفقير غيضطر الحسن الثاني لاعفاء عبد الهادي بوطالب من وزاره التربيه والتعليم، وبهذا غتكون ليه اليد العليا والسلطه اللامنتهيه. وهنا كنسول راسي وكنسولكم، شنو في نظرك اللي خلى الحسن الثاني يعطي الأفقير قاعد الصلاحيات وتكون كلمة ديالو فوق كل شيء في المغرب؟